تخيلوا إنكم تسمعوا إن في واحد مات رسمي واتكتب في أوراق المستشفى متوفي، واتجهزت له كل مراسم الدفن، وبعدين يطلع حي. القصة دي حصلت مع راجل اسمه وائل علاء سنة 2015، وفي بدايتها بالظبط وائل كان راكب موتوسيكل وماشي في طريق المطار، وهو طالع على الكوبري عربية خبطته بقوة. الموتوسيكل اتزنق في السور، وائل طار من فوق الكوبري ووقع تحته. الإسعاف جت ونقلته على المستشفى. 3 ساعات كاملة الأطباء بيحاولوا ينعشوه ويعالجوه، لكن في الآخر كتبوا تقرير رسمي: وائل علاء توفى. بلغوا أهله وزوجته، بدأت تجهز الجنازة، وأصحابه جم مش قادرين يصدقوا إن وائل مات فجأة. وبما إن الحادثة كانت عنيفة، كان لازم يحصل تشريح للجثة عشان يحددوا سبب الوفاة. وائل دخل تلاجة الموتى، قعد جواها ساعة كاملة في برودة قاتلة. لكن المفاجأة اللي محدش يتخيلها، وائل صحي جوه التلاجة، فتح عينه لقى نفسه في ضلمة تامة، برودة غير طبيعية، وكل اللي جه في دماغه إنه خلاص مات واتدفن ومستني الحساب. فجأة سمع أصوات بره، وبدأت التلاجة تتفتح. الدكتور والممرض جايين يطلعوا الجثة للتشريح، لكن أول ما بصوا لقوا وائل صاحي وبيفتح عينه. المنظر كان مرعب لدرجة إنهم اتخضوا وجريوا من قدام التلاجة. مدير المستشفى جري بنفسه يتأكد، شاف وائل وقال له: أنت اتكتب لك عمر جديد. لكن اللي حصل مع وائل بعد الحادثة كان أعجب من كل اللي فات. وائل حكى إنه في الفترة اللي كان ميت فيها حلم إنه في ماتش كورة، والمدرب مسكه وقال له: لسه بدري، مش وقتك دلوقتي. وبعدها فتح عينه. من اللحظة دي حياته كلها اتغيرت. بقى عنده حالة غريبة جدا، بطل يعرف ينام طبيعي. كل ما ينام يفضل سامع اللي حواليه كأنه صاحي، وبعد ما يصحى يحكي التفاصيل بالحرف، واللي حواليه يتأكدوا إنها فعلا حصلت. بقى مفسر أحلام بشكل واقعي، مش مجرد تفسيرات عادية. أي حلم يفسره يتحقق بالملي بعد فترة قصيرة جدا. بقى يحس بالمستقبل. مرة صاحبه قال له إنه هيسافر، وائل نصحه ما تسافرش، في حاجة مش مريحة هناك. صاحبه ما سمعش الكلام وسافر هو وصحابه، وفعلا عملوا حادثة كبيرة. والأغرب من كده، وائل بقى يحس إنه بيخرج بروحه لمكان معين، يشوف الناس ويسمعهم وهم بيتكلموا، وبعدين يرجع يحكي اللي شافه. وكل مرة بيطلع كلامه صح 100%. لكن وسط كل ده وائل مش مبسوط. هو حاسس إنه مش قادر يعيش زي الناس العاديين. تخيل تعيش حياتك وانت عارف اللي هيحصل قبل ما يحصل. مؤكد دي حاجة مرهقة ومش أي حد يستحملها. السؤال هنا، هل تجربة الموت القريبة دي فتحت عند وائل باب لعالم تاني فعلا، ولا مجرد أوهام العقل؟ ولو عاوزين تعرفوا قصص أغرب من كده، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان تتابعوا كل جديد.